شباب السلام عليكم، لعلكم طيبين وكلكم عافية إن شاء الله وما في غياب. في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن عدة حاجات مهمة شديد، ويمكن الكورس حاليا في ختامه، يمكن ما باقي أكتر من حلقتين، حلقة دي وحلقة تانية وتكون رسميا الكورس انتهى. الباقي بس بنشتغل على مشاريع وشوية حلقتين كده إضافيات، وإن شاء الله الناس هتاخد امتحان في الحاجة دي. وبعدك نشوف إذا في مقدر إنه الواحد يباشر معاكم طوال الكورس بتاعت السيزس فما مشكلة. هنباشر إذا ما لقينا طريقة كمان ما مشكلة، بنأجلها لوقت تاني أو بنديكم مصادر تانية تمشي تقرا منها عادي، ما فرقت. عموما درس الليلة إن شاء الله هيكون الفيديوز والأوديوز. ديل بيسموهم عموما مالتي ميديا. طيب أنا لو جيت داير أقول داير أعرف المالتي ميديا. المالتي ميديا في تعريفها إنه أي حاجة you can see or listen or hear. أي حاجة بتقدر تسمعه أو بتشوفه ده عبارة عن مالتي ميديا. مالتي ميديا يعني وسائل متعددة. تمام. آه، طيب من الوسائط المتعددة أنا عندي أهم في ثلاثة حاجات مشهورة ناس بتشتغل بها، والله أربعة. يا إما بتكون اللي هو صور في شكل بوستات، تمام. يا إما بتكون اللي هو تكست في شكل بوستات برضو. يا إما بتكون فيديوز، يا إما بتكون أوديوز في شكل إذاعة أو مسموعات ريكوردات في الواتساب وأي حاجة. المهم في النهاية بتسلني رسالة معينة. الملتي ميديا بستخدم عشان ما بوصل بحاجة معينة. طيب احنا الليله قبل كده استخدمنا الايمج واستخدمنا التكست وكده، لكن ما وضحنا انها هي من الملتي ميدياس. لكن هم اشهر الملتي ميدياس اللي انا بعرفهم يعني اذاعه والتلفزيون، زي ما انتم عارفين انه الاذاعه يتمثل في الاوديوز والتلفزيون يتمثل في الفيديوز. آه احنا الليله ان شاء الله هنتكلم عن الاوديوز والفيديوز. ليه نتكلم عنهم مع بعض؟ لانه عندهم خصائص مشتركه كثيره مع بعض، تمام. فعشان معانا زي ما اتكلمنا الدور اللي فات الترتيب والتنظيم كويس، بما انه اصلا انا كان عملت فولدر اللي هو للايمج. الليله ان شاء الله هنعمل فولدر تاني برضه للملتي ميديا، ونجي نحط فيها الصوره بتاعي والاوديو بتاعي. ده الفيديو بتاعي، وده الاوديو، تمام. كده قاعدين في فولدر واحد. نجي للتكست اديتور، او خلينا نفتح المتصفح بالمره عشان نشتغل منه. عندي فيديو هنا وعندي الاوديو. طيب اذا جيت للفيجوال ستوديو كود، اول حاجه بنتعامل كيف مع الفيديو. الفيديو عندي بضيفه بطريقتين. الطريقه الاولى بتكون كده، فيديو، تمام. بيكون عنده اس ار سي بالشكل ده. الاس ار سي قلنا عباره عن شنو؟ ده عباره عن مثال للفايل باس. فانا بضغط دوت سلاش لانه اصلا عندي ملف في الداخل مالتي ميديا سلاش فيديو ام كي في، تمام. ده الفيديو بتاعي. الامتدادات بتاعت الفيديو كتير جدا، فممكن بتلقى ام بي 4، بتلقى ام كي في، بتلقى في امتدادات كتيره ليها. عموما ده الامتداد حقي، اضغط عليها كده. طيب الفيديو لو لاحظت هي بتشبه الايمج، صح؟ ليه؟ لانه عنده طول وعنده عرض. اذا ما انا عنده ويتس وعنده هايت. هايت خلينا نخليها تكون 200 بكسل، تمام. والويتس برضه خليها تكون 200 بكسل، تمام. اذا ما جيت للبراوزر هنا وعملت ريفرش، بلقى انه الفيديو بتاعي ظهر، صح؟ لكن كده انا حاليا ما قادر اتحكم في الفيديو ده خالص، تمام. بس عباره انا شايفه كانه ايمج قدامي بس وقاعد. عشان ما اقدر اتحكم فيه في اتريبيوتس، مش او بروبرتي هنا اسمه اللي هو كنترولز. كنترولز يعني شنو؟ تحكمات. تحكم، زياده صوت، اعمل ميوت، اعمل اي حاجه. لما اديه كنترولز هنا لو لاحظت انا بقدر بشغل الفيديو، بقدر بجره لقدام شويه، بقدر حتى بكبره لاخر حجم، بتحكم فيه زي ما انا عايز، بعمل ميوت للصوت، بنقص الصوت، بزيده. دي التحكمات الموجوده بقول له شنو في الفيديو. آه دي التحكمات. لكن في يلا مرات انت مثلا بتضطر انك تعمل الفيديو ده لزول في موقع، تمام. وبقول لك يا اخي والله انا عايز الفيديو ده مباشره. لما اللي هو الزول يفتح الصفحه يلقاها ميوتد تمام. يلقاها قاعده في شكل شنو؟ في شكل ميوتد، في شكل صامت. بعد ذاك هو يجي يشغله، تمام. ميوتد. عشان ليه ميوتد هنوريك بعد شويه ليه مثلا يكون ميوتد. هنا مجرد ما جيت شفتها هنا، ده الميوتد. ميوتد انه يكون صامت الفيديو ده. لما ناس برضه تلقى في التليفون بتاعك عندك جنرال وعندك اللي هو ميوتد مرات، او مرات تلقاه مكتوبه سايلنت عموما، لكن الميوتد معناها صامت كده. بعد ما تشيل الميوتد دي برا تشتغل معك. تلغيها كده خلاص بتكون صامت. طيب انا بعمل ميوتد ليه؟ لانه يا اخي مرات في زول بيقول لك انا اعمل لي الموقع ده، والموقع ده في فيديو قوم خدته لي. مجرد ما الزول يجي داخل
اللي هو في الموقع يقوم يظهر له الفيديو ده. الفيديوهات معظمها بتكون اعلانات ادز، تمام؟ فاذا الاعلان دي ما كان ميوتد ما بتظهر. في خاصيه عشان معانا مجرد ما الزول يفتح الموقع الفيديو ده تاغي يجي له في وشه ويشتغل، في خاصيه اسمه اوتو بلاي، يعني تشغيل تلقائي يشتغل من دون ما اي زول تاني يشغله. اوتو بلاي، تمام؟ حاليا اذا ما جيت عملت ريفرش هلقى انه الفيديو ده شغال براو، تمام؟ لكن الخاصيه اوتو بلاي هي ساعه ما بتشتغل برا، لازم الفيديو يكون ميوتد اول حاجه بعد. طيب لو جينا قلنا نشيل الميوتد ده برا، وجيت قلت عمل ريفرش، بتلقى الاوتو بلاي ما بتشتغل خالص. اذا انا بعمل ميوتد من الاول عشان لانه الاوتو بلاي محتاج انه يكون في ميوتد ويشتغل معاها، تمام؟ كده اذا جيت عملت ريفرش بلقى الفيديو بتاعي شغال. يلا ده الطريقه الاولى اللي انا ممكن اقدر اتعامل به بطريقه اضافه الفيديو، تمام؟ اذا ما جيت قلت اضيف الفيديو ده بالطريقه الثانيه، بالطريقه الثانيه بخلي الاس ار سي ده هنا، بس بضيف عليه وخليها اضيف لها كنترولز تحكمات، وبجي هنا بقول له سورس، تمام؟ في السورس هنا بديه الاس ار سي. الاس ار سي بتاعي دوت سلاش ملتي سلاش، برضو يكون عندي فيت ام كي في، تمام؟ باجي بحدد الويتس بتاعه هنا، الويتس 200 بكسل، الهايت برضو 200 بكسل، تمام؟ اذا ما جيت للبراوزر هنا كده انا قدرت برضو ضيفت فيديو تاني، تمام؟ فيها كنترولز محتاجة، تمام؟ الفيديو ده اذا في حاجة هنا في اسمه اس ار سي، تمام؟ اذا انت خليت الاس ار سي، تمام؟ الاس ار سي هنا ده لما اذا جيت داير تضيف بالطريقه الثانيه وقمت خليت الاس ار سي دي قاعده كده ما مسحتها، فهو هنا بس بيجيب لك بالشكل ده، تمام؟ بيجيب لك بالشكل اللي هنا، بيجيب لك الفيديو من دون اي مسار لانه انت ما اديته مسار. فانت يا اما بقول له شنو تدي اس ار سي فوق هنا، يا اما تحذف الاس ار سي اللي قاعد فوق هنا وتقوم بس تضيف له الاس ار سي في السورس تحت، تمام؟ بتضيف له كده وكده ممكن يشتغل معاك من دون مشاكل. يمكن دي كله ما يختص بالفيديو وطريقة التعامل معه. وقلنا عنده أربع خصائص، اللي هو الكنترولز والهايت والويتس، وعنده الميوتد والاوتو بلاي. وزي ما قلنا اصلا الاوتو بلاي ما بتشتغل الا الحاجه دي تكون ميوتد، تمام؟ آه ان شاء الله في الحلقه الجايه هنتكلم عن الاوديو اللي هو اصلا لا يختلف كثيرا عن الفيديو. فات كان اتكلمنا عن الفيديو، فمواصلة للسلسلة دي إن شاء الله هنتكلم في الدرس ده، هنتكلم عن الأوديو وطريقة التعامل مع الأوديو، إنك بس بتجي تكتب أوديو كده، تمام؟ ودي تقريبا أنت بتقدر تضيفها بالطريقة دي بس اللي هو سورس، تمام؟ زي طريقة إضافة الفيديو الطريقة التانية اس ار سي هنا، تمام؟ الاس ار سي بتقوم بتديه الباس، فايل باس سلاش ميديا، بعد ده دي الام بي 3، تمام؟ وبرضه زي ما قلنا لما تيجي في البراوزر هنا هتلقى ما ظهرت لك، صح؟ لانه انت لحتى الان لسه ما اديته كنترولز، فلا بد من ان هنا تيجي تديه كنترولز. كنترولز، ولو شفتها بيظهر لك الفيديو، ممكن يظهر لك في البدايه من دون كنترولز، لكن الاوديو من دون كنترول ما بتظهر معك، تمام؟ ولو جيت شغلت كده كده خلاص انت قادر تتحكم في الاوديو ده زي ما انت عايز. لكن زي ما قلنا اصلا حتى الفيديو كان بتقبل ميوتد، فحتى اذا الاوديو برضه بتقبل لي ميوتد عادي من دون اي مشاكل. واذا جيت عملت ريفرش للصفحه هنا حلقه انه ميوتد شغال وانا بقدر بشيله براي. فاذا ما جينا دار نجرب الاوتو بلاي في الاوديو، تعال نشوف الاوتو بلاي. قلت دار تجرب الاوتو بلاي في الاوديو. الاوتو بلاي في الاوديو ما بتشتغل معك، لانه انت ما ممكن مجرد لانه الاوتو بلاي بتشتغل مع شنو؟ بتشتغل مع اللي هو مع الميوتد. فانت ما ممكن يعني الليله زول يجي يدخل الصفحه كده يلقى اللي هو يدخل كده ما يسمع اي حاجه ولا يشوف اي حاجه، تمام؟ فالخاصيه دي مدعومه بالفيديو، لانه الزول ممكن يقدر يشوف
ويخلي الاستماع، لكن لا تشوف لا تسمع فما بداية انا اوطي لك الحاجه دي قدامك. فيمكن دي اهم دروس بتاعت الملتي ميديا اللي انت يمكن ما عارف اذا بتستخدمه كثير ولا لا. الايمج دي حاجه معروفه انه في كل بيج موجوده، لكن الفيديوهات غالبا ما بتلقى او ما بتلقى. الاوديوز الا لما تكون اغاني بتاعت اغاني او حاجه زي دي بعدك، او الصفحه بتاعت اغاني او حاجه زي دي بعدك بتعمل، لكن عموما لازم تعرف انها موجوده مالتي ميديا وكده. مالتي ميديا ها عندنا هنا ابرز حاجتين، عندنا لها الفيديو والاوديو. زي ما قلنا الفيديو والاوديو عندهم ثلاث حاجات او ثلاث حاجات بيختصوا بيشتركوا فيها: الميوتد والكنترولز والاس ار سي. الاوتو بلاي قلنا بيكون دائما مدعومه مع الميوتد، لكن في الاوديو ما بتلقاه، لانه ما ممكن انت زول يجي يدخل كده لا يشوف لا يسمع، لكن في الفيديو مدعومه. يمكن اعتقد لغايه هنا المعلومات كافية جدا عن الملتي ميديا، ويمكن دي آخر الدروس المهمة. باقي لنا يمكن درسين، والله كمان أنا ما عارف قاعد ألخبط. عموما ما أفضل لنا كتير يعني. أنا إذا وصلت لغاية الفيديو أنا أقول لك أنت يمكن 90% خلصت الأساسيات المهمة في ال HTML اللي أنت ممكن تكون قادر تبني بها بروجكت. ومن هنا لغاية ما ألقاكم أقول لكم دمتم في أمان الله، وربنا يحفظكم، وربنا يحفظ أهل البلاد والعباد. انتظرونا إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، حيكون في شوية حاجات مختلفة هوريكم كيف تتعامل بالاختصارات اللي هو حق الفيجوال ستوديو كود للمبتدئين طبعا، ما الادفانس بالمره، لانه حتى في جزء من الحياه دي اذا عرفت الليله ما حتستخدمها اصلا، لانه يمكن المرحله اللي انت فيه ما بيسمح لك تستخدم الحاجات دي، لكن مع الزمن هتعرف الحاجات دي كلها. برضه هنجي في فيديو تاني برضه ندردش فيها، نوريكم عشان زول ما تقوى في اللي هو في حاجه اسمها توتوريال هيل، انه بس تشاهد فيديو وتطبق افكار بتاعت الزول اللي قاعد يشرح وانت ما بتعمل بنفسك، فبتلقى انت في خلال شهر ولا شهرين ما عملت اي حاجه. عموما الفيديو الكورس ده مين ما بدأناه يمكن ماخد حكاية أسبوعين ولا ثلاثة، لكن الحمد لله الناس مشت كويس والشباب شغالين تمارين كويسة. القناة في التليجرام ماشية كويس، بالرغم إنه في اليوتيوب لسه في ما مشينا أو ما وصلنا لمرحلة بعيدة، لكن برضه الحمد لله كونه في 20 مشترك جدد في اليوتيوب، فدي برضه حاجة نحمد الله كثير عليها. وإن شاء الله نتلاقى في الحلقة الجاية. يديكم الله في عافية.